اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك أنبنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم برحمتك اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وصغيرها وكبيرها وسرها وعلانيتها. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارزقنا عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم أسعدنا بتقواك واجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك وتصبر على ابتلائك، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا منجي المؤمنين، يا رحيما بعباده أجمعين، يا من يقول للشيء كن فيكون. نسألك يا بديع السماوات والأرض، يا فالق الحب والنوى، يا ذا العرش العظيم، يا منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نسألك كما نصرت أولياءك يوم الفرقان أن تنصرهم في كل زمان ومكان. إلهنا 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 وخالقنا ورازقنا ومولانا، لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا عظم الكرب واشتد الخطب على إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم وحد صفوفهم واجمع قلوبهم ووحد كلمتهم على الكتاب والسنة، وانصرهم على الصهاينة الغاصبين المحتلين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من رجس اليهود الصهاينة الغاصبين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين.
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع قلوبهم على القرآن والسنة يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ارفع الجوع والمرض والجهد والعري عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين واشف برحمتك مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم الأمن والاستقرار في ديارنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم انصر به دينك وأعل به كلمتك واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفق قادة المسلمين واجعلهم لشرعك محكمين ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين ولأوليائك ناصرين يا خير الناصرين يا قوي يا عزيز يا معيد النعم يا مبيد النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم أوردنا حوضه، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا تردنا خائبين، ولا تردنا خائبين، ولا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من رحمتك محرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الموعود.